حدش يكلمني دلوقتي على مطالب اباط ايه؟ مطالب مصريين كلنا نطالب، ومن خلال مطالب المصريين هتتحل كل المطالب الاخرى. هو ده السياق الجديد دلوقتي، هي دي الحياه الجديده دلوقتي، هي دي مصر الجديده. وشفت لما الناس كانت بتصلي وابتدوا يضربوا ميه ورصاص على المصلين، فالمسيحيين دخل، واحد مسيحي دخل وفرد ايديه قدام الامام عشان ياخد مكانه الرصاص. المسيحيين كتير دخلوا يصلوا معانا ومش عارفين يصلوا فهم عمالين ايه يعني مش عارفين يسجدوا ولا يركعوا، بقوا ينزلوا على الارض ويطلعوا كده عشان ياخدوا الرصاص معانا. يقتل الملك قطعا ويقينا بكل الشرائع السماوية، بكل القوانين الوضعية. الملك يقتل أخوة سنة وشيعة على الولد منبيعة، أخوة سنة وشيعة على الولد منبيعة. دعوني أجبكم بصراحة، إن ثورة البحرين ثورة غير هذه الثورات، إنها ثورة طائفية شيعية. أهل السنة لما شافوا قاموا عملوا 450,000 أخرجوهم في جامع الفاتح وقالوا ونحن لنا مطالب أيضا. أقول لهم هون لأنه أنا بعرف الأشخاص، أقول لهم لديكم قيادة حكيمة وعاقلة وشجاعة في نفس الوقت، فاسمعوا لها وانسجموا معها. لا حول ولا قوة إلا بالله.
واحد دعتوه على فكرة.